بالتلاتة بالتلاتة. بيراميدز يضيع يسحق الاهلي بالتلاتة بعد ما انبي ادى هديه للاهلي وكل جماهير رايحه متحمسه. خلاص الاهلي لو كسب يكسب كمان الزمالك وخلاص يبقى ينافس على الدوري وياخد الدوري. الماتش اللي انا شايفه بالتلاتة، 2 رايح و3 جاي. بيراميدز يخسر الاهلي اخر 4 ماتشات. الاهلي ما عرفش يكسب بيراميدز ولا ماتش. انت متخيل الاهلي فين؟ بيراميدز النهارده يستحق يكسب ماتش بكل حاجه، وكل حاجه يستحق يكسب الماتش. قبل ما نتكلم عن الماتش وقبل ما نعمل كل الكلام ده، فين روح الاهلي؟ فين لاعيبه الاهلي؟ فين ايه ده؟ عك في الملعب، عك في الملعب حرفيا، عك. مدرب ولا بيفهم حاجه ولا بيفهم التغييرات ولا عارف يعمل اي حاجه في ارض الملعب. مش عارف. فيستون مايلي ده اللي جاب جونين نجم المباراه، يعني طول السنه دي ما جابش 3 جون على بعض وما بيلعبش اساسي ودنيته رايحه بايظه، ينزل الماتش بتاع الاهلي يجيب جونين. ده الفرق بقى، ده الفرق بين مهاجم ومهاجم. معاك بقى مروان بشريف، بص حط كوكتيل المهاجمين اللي عندك كده في الاهلي ما يجيش ربع مايلي. بيراميدز عمل شوط تاني مثالي، شوط تاني يستحق انه يكسب الاهلي. وعلى فكره بيراميدز كان ممكن يكسب 4 و5، هو اللي هدى الماتش، كان ممكن يكسب 4 و5 والله. الاهلي ايه ده؟ اوحش شوط اشوف الاهلي الشوط التاني ده. دلوقتي الاهلي مش بس مش عارف يكسب الدوري، ده كمان السنه الجايه بالشكل ده يلعب الكونفدراليه. الاهلي بعد سنين طويله مش هيلعب في دوري الابطال بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. لو بيراميدز كسب ماتشاته والزمالك كسب ماتشاته، الاهلي بره في مش هيلعب في دوري الابطال، هيلعب في الكونفدراليه. امام عاشور نازل قرفان من نفسه. اللعيبه كلها تحس ان هي كده بعيده عن بعض، محدش يعني قلبه على الفرقه غير تريزيجيه الصراحه ابن النادي. وزيزو النهارده كان شغال كويس عشان ما اكدبش. كل الفرقه مفيش ولا شوبير عمل خط الدفاع كارثه. خط الدفاع في الاهلي كارثه، كارثه حقيقيه مفيش منها. يعني شوف اي حد كده فهمش في الكوره هيقول لك كارثه. ده كارثه. الاهلي فيه ده كارثه حقيقيه. لما يكون كل النجوم اللي معاك وقيمتك التسويقيه 37 مليون دولار ولا يورو ايا ما يكون بالعمله يعني اللي بره، ومش عارف تكسب بيراميدز ويخسرك رايح جاي. بيراميدز فرقه قويه، بيراميدز فرقه تقيله، بس مش لدرجه يخسرك 5-0، 2 رايح و3 جاي. لا عيب 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 على الاهلي، عيب. والزمالك اداك هديه، يعني بيقول لك خد اهو يلا اكسب الماتش، اكسب بيراميدز وتعالى اكسبني انت كده خلاص هتاخد الدوري. عايز تاني؟ هو الزمالك كعبه على بيراميدز وبيراميدز كعبه عالي على الاهلي؟ لا يا جدعان، دوري مجنون، دوري غريب، دوري مش مفهوم له حاجه. دلوقتي فرق بين الزمالك وبيراميدز 3 نقاط، يعني لو الاهلي كسب الزمالك الماتش الجاي، الاهلي وبيراميدز، الزمالك وبيراميدز هيبقوا مساويين في النقاط. بس الزمالك هيكسب الاهلي، هيكسب بيراميدز بالمواجهات المباشره. الاهلي كده بره الحسبه. الاهلي الماتش الجاي بس هو عشان يصالح جمهوره فيكسب ماتش القمه اللي هو حساباته مختلفه خالص عن الدوري. حتى لو الاهلي خسر الدوري لازم يكسب القمه، على الاقل يحاول اخر نفس ان هو يخش دوري الابطال. بان هو ممكن بيراميدز في ال3 ماتشات الجايين يقع، او الزمالك يقع تاني غير ماتش الاهلي، فيبقى فيه ان هو ممكن يخش دوري الابطال. بس بالطريقه دي الاهلي من اوحش ماتشاته تكتيك وفن ولاعيبه كلهم تايهين في الملعب. الاهلي ما عملش غير اول 10 دقايق جري سبرنتات ويلا يلا هنجيب جون ويلا، وقلت بقى خلاص الاهلي نازل هياكل النجيله. يا ابني انت مريح بقالك 16 يوم، انت عارف يعني ايه فرقه مريحه بقالها 16 يوم؟ فرقه طالعه من ماتش الزمالك لماتش الاهلي. بيراميدز دي كانت بتلعب ماتش الزمالك نمت 3 ايام وجايه تلعب ماتش الاهلي. يعني فرقه منهكه تعمل فيك الاهلي كده بالثلاثه. اخطاء دفاعيه كارثه ولاعيبه. لا الدفاع الاهلي كارثه. الاهلي دخل فيه تقريبا السنه دي 25 جون، ده رقم كبير يا جدعان. والدوري مش دوري كامل، ده دوري دور اول والدور الثاني هم 6 ماتشات. لو دوري كامل بقى الاهلي كان دخل فيه 50 60 جون بالطريقه دي. الاهلي كان لازم يمر بموسم كده، موسم كل حاجه تبوظ، كل حاجه تضيع، كل حاجه رايحه في داهيه عشان الاهلي يعيد هيتكلت كل النظام ده كله. خلاص تراب كده اصلا هو في الاول والاخر ماشي، يعني ده ما ينفعش يقعد، ده مدرب ما ينفعش يقعد. هادي راسي لابس البدله وواقف لك كده وبتاع، مفيش حماس، مفيش بتاع، مفيش تكتيك، مفيش تفكير، مفيش اي ابداع. بطيخ، هي بطيخه. الاهلي بقاله السنه دي عمال يجيب بطيخ اقرع. مدربين كلهم قرع، مدربين كلهم البطيخه تطلع دايما قرع. الزمالك فرصته الماتش الجاي يحاول يطلع بتعادل قصاد الاهلي ويكسب الماتشين الجايين ياخد الدوري، الموضوع خلصان. الزمالك حظه في ايديه. بيراميدز يقعد جوه الزمالك حتى الاخر، واذا لم يكن بيراميدز الله اعلم هيعرف يكسب ال3 ماتشات الجايين ولا لا، لان هيقابل الماتش الجاي انبي، وانبي من الفرق التقيله جدا. وانا شفت ماتشات قصاد الزمالك فرقه حلوه جدا وبتعرف تعمل تحولات كويسه جدا. اكتب تحت في الكومنت ايه اللي المفروض يحصل،
ايه الهيكله اللي المفروض اداره الاهلي تعمله بالكوارث اللي موجوده دي وبالعك اللي موجود ده. اكتب تحت في الكومنت. وشايف نتيجه الاهلي وبيراميدز ايه؟ اكتب تحت في الكومنت عشان شايف القناه وفعل زر الجرس. سلام.